بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. جعلوا رمضان سعيد عليكم يا رب وعلى أمة المسلمين. تعالوا نشوف الفول بتاعنا بتاع السحور هنعمله ازاي، وجربوه وشوفوا رأيكم فيه. احنا هنا جبنا الفول ونقناه وشلنا منه اي حاجة وحشة، ماشي. وهنغسله، مش هنغسله دلوقتي، هنجيبه احنا جبناه، حطيناه في الوعية بتاعته بعد ما نقناه، وهنفتح عليه المية، هنحط له ميته وهنسيبه كده منقوع للصبح. بعد ما نسيبه منقوع للصبح ما نقوم غسلينه، ما نغسلوش الا بعد ما يتنقع ليله. هنا كنا احنا ملينا عليه ميه اهوت، وهننقعه بقى ليل. احنا بالليل هننقعه من بالليل للصبح، ونسيبه الصبح بقى ان شاء الله نقوم مولعين عليه، نغسله ونولع عليه، نغلي له حله ميه زي دي كده تكون حلوه ملانه، ونحط له الحاجه بتاعته. ويلا نشوف مع بعض. يلا يا حلوين، هنا كده بعد ما كان نقعناه ليله اهو، هنغسله وهنصفي الميه من عليه، وهنغلي له بقى ميه. والفول الكميه بتاعتي النص كيلو، ماشي، وهنعمله مع بعض. هنا كده بعد ما كنا غسلنا بقى، اهي حبايته ما شاء الله زادت وبيضه وحلوه اهيت، يعني مش هتاخد معانا سويه ان شاء الله. احنا هنا قلنا هنعمل نص كيلو، ماشي. احنا جبنا طبق اهو، جبنا هنا مطبيات مليئة الصغيرة ديت، هنملاها فول، وواحدة زيها عدس، وواحدة برضو كيت زيها عدس. بس كده هنغسلهم بقى عادي الاتنين على بعض، وهنحطهم على الفول. هنا احنا كنا جبنا اكبر حلة عندنا اهيت، وعندك بقى فولة اعملي فيها، عندك ما عندكش فولة اعملي في الحلة حسب الكمية اللي انت تعمليها. وغسلنا العدس والفول اللي هو المدشوش، ونقعناه شوية على ما المية اللي معانا تغلى، تغلي، وهنقوم حاطينه وهو والطماطم والبصل والجزر معنا. هنا احنا كنا جبنا البصلتين اللي انتوا شفتوهم، ماشي، والجزرايه بقى تبشريها، ممكن تبشري الجزرايه، ممكن تقطعيها حلقات، ممكن تقطعيها مكعبات، وحبيتين طماطم. احنا كنا جبنا بقى ليمونتين، وقطعناهم نصين ونحطهم عليه، اما الميه تغلى نقوم حاطينها عليه. الكميه اللي احنا قلنا عليها ديت بتاعت النص كيلو فول. نص كيلو فول، كوبايه او مطبقيه اللي هي الصغيره ديت عدس، مطبقيه فول، ليمونه، بس انا هي بتحط ليمونه، انا حاطه اتنين. انتوا مزاجك بقى، عايز تحطها حطها، مش عايز، بس هي بتبقى طعمها حلو في الفول. البصلتين متوسطين، او بصله كبيره بتغني، حبايه طماطم، حبايتين جزرايه، يعني معاك طماطميتين، بصلتين متوسطين، ليمونتين، جزرايه، بس كده. على الميه وغلت معاكم اهيت، ونحطها على الفول، وما يغلي غلوتين ثلاثه نقوم موطين عليها النار ونحطها على عين صغيره. هنا كده احنا ولعنا عليها اهيت الميه السخنه، ونقوم مغطينها على طول، ومغطين اصداء من الميه، نزودها ميه مغليه، ما نحطش ميه ساقعه، نحط حاجه جنبنا على النار نغليها، وما تغلي ونقصت ميه دي الحله اللي معانا كميه الميه، ونزودها، ما نزودش ميه ساقعه، ماشي. هنا دي كانت الميه نقصت معانا، فاحنا غاليين ميه وهنزودها. هنا كده اهو بعد ما كان يستوى بقى معانا، حبايته موميا، شوف الحبايه بتاعته كلتها ما شاء الله. هنا بعد ما بخلصه كده هو استوى اهوت، انا بعمله في الكبه، بهرسه في الكبه،
عامة يعني انا بعمل الفول طول السنة كده، مش هو بس على رمضان واحنا بنعمله ونحطه، لا ما بعملوش لرمضان بس، انا بعمله طول السنة بيبقى شغال عندنا، لان ما بنشتريش فول من بره. وهنا هعمله في الكبة، هفرمه وهعبيه ايه في اكياس وهحطه في الفريزر. عاوزة اطلع الكيس بكيسه، كنا بنستعمله فطار عشاء اي حاجة انت عاوزاه. دلوقتي هنعمله هنسحر منه. وهنا كنا خلصنا الفول بتاعنا وفرمناه في الكبة وعبيناه في اكياس، وهنسيبه يهدى شوية وهنحطه بقى ايه في الفريزر لما نكون عاوزين نطلع كيس بكيه. عادي، عاوزة تعمليه كده سادة اعمليه، عاوزة تعملي بدقة اعملي، انت ومزاجك عادي براحتك. بس والله الصراحة خطير. سلام. يلا. إيه كده خلاص الفيديو بتاعنا كان خلص، ويا رب تجربوه، ولو جربتوه وعجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.